ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ روتين يومي مع بعض. فصحيت من النوم زي ما انتم شايفين كده، وصليت الجمعة، وبعديها جبت القطاعة وقشرت البطاطس، وقلت اعمل لي فطار حلو كده. طبعا بقطع البطاطس زي ما انتم شايفين، وبعديها اقطعها واقشرها واعمل لي شاي بلبن. هنبدأ طبعا روتين يومي مع بعض كويس وحلو. قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين كده، واستنيت الزيت يسخن وحطيت البطاطس لغاية ما تعمل، وبعديها زي ما انتم شايفين كده استناها تستوي وتحمر مع نفسها. رحت قلت لغاية ما البطاطس تعمل اعمل لي شاي بلبن. فرحت حطيت الكاتل سبته على النار يغلي وقمت الشاي بتاعي، بس نسيت اروح احط معاكم اللبن. فحطيت بعد ما قفلت التصوير عملته. هو عملت سندوتشات. انا بصراحة بحب الشاي بيسخن عشان، وبعدها احط اللبن عشان بحط سخنة يعني ما يكونش سخنة قوي. وعملت لي سندوتشات كده زي ما انتم شايفين. رحت جبت طبق وقلت اعمل لي سندوتشين كده بطاطس، وحطيت طبعا الفطار وفطرت. وبعدها قلت نستعد للشقه. زي ما انتم عارفين اليوم الجمعه عايزين نروق وكده، فانا قلت لماما ارتاحي انتي النهارده وانا اعمل الشقه مكانك. طبعا احنا علينا طبعا ترويق الشقه، مش كل حاجه على ماما، لا احنا برضك ترقيين علينا ترويق، وعلينا حاجات كتيره نعملها برضك. وعملت لي سندوتشين كده زي ما انتم شايفين، وكان بجد فطار حلو. هو صغير يعني فطار قليل، بس بجد والله مش بكتر الفطار. هو لو عملت سندوتش حتى مش بعدين مش عارفه انت بتاكلي ايه ولا لا، بس انتي تاكلي فطار حلو يعني. صحيت طبعا وبقدم معاك المقدمة عشان ده كان الصبح، وده بعديها يعني قلت اروق معاكم الصالة. اول حاجة لميت الغسيل زي ما انتم شايفين كده، ودلوقتي بنشر انا الغسيل وبنشره معاكم دلوقتي. وبعدها هطبق الغسيل. طبعا هو اللي انتوا شايفين اللي انا يعني بجد هي مش حاجه بس تعب، فاهمين قصدي؟ يعني اول الصاله ما فيهاش حاجه يعني، دي اصلا ما نقعدش فيها، بس هي تعب صراحه. يعني انا صراحه تعبت قوي بجد. ان شاء الله الفيديو هينزل لكم في يوميها او تاني يوم. الغسيل كان كتير جدا وقلت اطبقه معاكم زي ما انتوا شايفين، بس هو كان كتير قوي عشان بتاع يومين، فطبقته زي ما انتوا شايفين كده وشلت كل حاجه مكانها. انتوا لازم اول ما تصحوا تفتحوا الشبابيك عشان تهوي الدنيا. فعملت كده، طبقته كويس يعني وكده. فبس فلقيت الغسيل كتير وطبقته وشلت كل حاجة مكانها، وعملت طبعا الروتين معاكم اليومي. فدلوقتي طبعا طبقت معاكم الغسيل زي ما انتوا شايفين كده. رحت فروحت جبت دلوقتي شلت الغسيل وشلت المفرش وكان نص الارض، بس كل ده ما بانش صراحة، كنت مش بدأت التصوير. جبت حتة وفيها مية يعني طبق فيه مية، وحطيت فيه ديتول ونقطة صابون، بجد بيدي ريحة تحفة، وبرضك بينضف يعني وكده. اول حاجة مسحت السفرة، وقلت لما برضك فوق الديفريزر اظبط يعني الدنيا كده. زي ما انتوا شايفين كده يعني. طبعا ان شاء الله ما تقدرش تخش عليا، هبقى الروتين بتاعي هذاكر معاكم، ومثلا رايحه درس هذاكر معاكم، رايحه المدرسه، كل حاجه يعني. ان شاء الله هيكون روتين حلو، والقناه ان شاء الله تكبر بيكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان القناه تكبر بيكم يعني وكده. فانا دلوقتي شلت الحاجات اللي فوق الديفريزر عشان امسح اللي فوق الديفريزر. زي ما انتوا شايفين المفرش كان تراب بجد، مش هينفع طبعا عشان لسه كان الارض، فلو نفضته في الارض هيبهدل المكنس تاني. فانا نفضته الشباك. فجبت الحتة وقلت ايه امسح فوق الديفريزر.
فمسحت فوق الديب فريزر زي ما انتوا شايفين كده. فمسحت طبعا من الديب فريزر من برا وكده عشان يكون شكل الحاجة حلو. حتى لو انتي بتعملي حاجة بسيطة يعني خلي الحاجة شكلها حلو يعني. وحطيت بقى المفرش، انا كنت عمالة ادور على المفرش مش لاقيه، في الاخر وقع في الارض. جبته وطبعا حطيته فوق. على فكرة هو نضيف مفيهوش اي حاجة، بس هو كان عايز يتنفض فيه تراب بس، يعني هو نضيف مفيهوش حاجة خالص. فرشته كده وحطيت حاجة فوقيه. صراحة كنت هحط الكراسي على السفرة، بس لقيت السفرة ممكن يعني الاساس يتكسر مش هيستحمل، فاهمني؟ فلا ما حبيتش كده، فنزلتهم تاني زي ما انتوا شايفين. كنت مسحت السفرة تاني عشان اتنقط عليها مية. الكراسي اول قصدي عملتها الاول عشان تبقى التراب وكده. طبعا الكراسي كانت كلها تراب فمسحتها كويس وكده. بس صراحة انا نسيت اجيب اللي هو اللي بنلم بيه الخشب ده، فنسيت صراحة اللي هو موجود اصلا، احنا كان عندنا بس انا نسيت. فعلى فكرة مش هيعمل حاجة، مش هيأثر حاجة اصلا. الحتة كانتش مبلولة قوي علشان كانت ناشفة شوية عصراها، عشان لو كانت مبلولة كانت هتبوظ الخشب معانا. فعملت الحاجة كده ولمعت الكراسي كلها يعني وكده. فجبت اسمه ايه ده، جبت الحاجة وعملتها زي ما انتوا شايفين. مسحت طبعا حطيت عشان المية اتنقطت عليها فمسحتها، فمش هيحصل حاجة يعني. فمسحت كده بس التصوير كان مش بادئ، فانا بقى كنت بفرش المصلات بس ماما كانت ساعتها بتصورني. وحطيت المصليتين زي ما انتوا شايفين كده. وقفلت ستارة معاكوا كده، فقفلت الستاير كلها صراحة، كان الجو حر والشمس. ودي هدوم كنا اسدال وكده وبنصلي بيها، فحطيتها على الفانوس يعني بتاع الصلاة يعني. وجبت المصلية التانية عشان دي زيادة فمش واخدة الركن، فراح حطيت المصلية عليها زي ما انتوا شايفين. وفرشت مفرش السفرة برضك
انا عشان المفرش التاني مش نضيف رحت فرشته. فرشت المفرش وبعديها فرشت المفرش زي ما انتوا شايفين كده، وبعديها حطيت الفاز عليها. اول حاجه المفروض اول ما تصحوا من النوم تفتحوا الشبابيك عشان تهوي الدنيا. طبعا انا قفلت الشباك عشان كان دبان وكده، وفي ناس كانت واقفه على السطح مش هينفع اعمل كده يعني. رحت قفلت الشباك الستاره يعني زي ما انتوا شايفين. ماما كان بتصورني هنا وكان مصورني فينش. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر بيكم، ومتنسوش تفعلوا الجرس عشان لما اجي انزل فيديو اللي يوصلكوا الاشعار. ومع السلامة وفي رعاية الله.